اول مساله معانا راسم لك بطاريتين من غير ما ابص لها. عندك بطاريتين، اول حاجه تعملها طلع التيار. ده طياره طالع كده وده طياره طالع كده، يبقى دول مالهم مع بعض. خلاص تعال نبص بقى. قال لك ايه؟ في بي واحد ب 10 فولت، اذا في بي واحد ب 10 فولت، وفي بي 2 قال لك ب 14 فولت. ادي في بي 2 ب 14 فولت. المقاومه الداخليه ار واحد بنص اوم، ار 2 بواحد ونص اوم. خلاص دي المقاومات الداخليه. عايز يحسب شده التيار، وعايز يحسب فرق الجهد بين طرفي كل عمود، يعني عايز يعرف في واحد وعايز يعرف في اتنين. واحده واحده بقى. هو اول حاجه انت عندك بطاريتين، هتجيب لي الفي بي توتال. الفي بي توتال في الحالة دي هتكون بكام؟ هما الاتنين مع بعض في نفس الاتجاه، يبقى هنجمعهم. يبقى في بي واحد زائد في بي اتنين. الفي بي واحد بكام؟ 10. الفي بي اتنين بكام؟ ب14. خلاص يبقى هي الناتج يطلع في الآخر كام؟ 24. خلي بالك إن رقم 24 ده رقم شائع جدا يعني. خلاص تعالى جبت الفي بي توتال. تعالى الدايرة بتاعتك فيها ار توازي وتوالي ومش عارف ايه، ما تحسب لي الار داش. الار داش هتساوي كام؟ اللي هي الخارجية يعني. عندك دول توازي يعني 5 اوم مع 5 توالي، يبقى الار داش بتساوي كام؟ 5 زائد 5، يطلع معاك 10 اوم. عايز يعرف شدة التيار. شدة التيار القانون بتاعه ايه؟ في بي الكلية، يبقى هنا توتال عشان هنا الكلية الفي بي توتال، على الار داش زائد ار سمول. بس عندك كام ار سمول؟ عندك 2 ار سمول، اجمعهم يبقى ار واحد زائد ار 2. خلاص سهل يعني. اجمع كل المقاومات من الاخر تحت، اجمع كل المقاومات. في بي توتال بكام؟ ب 24. ار داش بكام؟ ب 10. ار سمول بكام؟ نص زائد واحد ونص، يطلع معاك 24 على ال 12، تطلع معاك 2 امبير. يبقى انت حسبت ايه؟ شدة التيار ب 2 امبير. تعال نحسب في واحد وفي 2. في واحد وفي 2، يبقى دي في بي واحد ناقص اي ار واحد، في بي 2 ناقص اي ار 2. معاك كل حاجة. الفي بي واحد بكام؟ ب 10 ناقص اي بكام؟ ب 2، ار بكام؟ بنص. 2 في نص بواحد، 10 ناقص واحد تطلع معاك 9 فولت. طب التانية 14 ناقص 2 في واحد ونص. 2 في واحد ونص يعني 3. 14 ناقص 3 تطلع 11 فولت. بس كده السؤال خلص. بس هو مش عايز اكتر من كده. الحل بتاعه اهو. ادي الحل بتاعه. جاب لك الار الكلية 10 والتيار ب2 وفي واحد 9 وفي 2 ب11. بس كده يا شباب. تعال نشوف المثال اللي بعده. المثال اللي بعده اهو كاتب لك 20 مليار جهاز. تعال نجيب كل الأجهزة الأول قرايتها قد إيه. قراية الجهاز طبعا أنت عندك بطاريتين. طلع أول حاجة تيار البطاريتين، ده طالع كده وده طالع كده، يبقى مالهم عكس بعض من قبل ما نتكلم. خلاص عكس بعض أهو، في اتجاهين مختلفين. تعالى بقى نجيب الفي واحد والفي اتنين والكلام ده. الفي واحد هتساوي إيه؟ الفي واحد يا مستر في بي واحد ناقص أي آر واحد. طب الفي اتنين يبقى في بي اتنين ناقص اي ار اتنين. بس خلي بالك انت قايل ان هما مالهم عكس بعض، يعني واحدة بتشحن والتانية بتفرغ. الكبير بيشحن الصغير. الكبير فين؟ الواحد. يبقى دي بتشحن او بتفرغ اهي. دي تفريغ. تفريغ بتشحن حاجة يعني. خلاص بتطلع كهرباء عشان تشحن التانية. التانية اللي بتتشحن حالة شحن. حالة الشحن دي بنخليها زائد. خلاص ماشي كمل. الفي 3. الفي 3 قلت لك ممكن تجيبها بطريقتين. في بي توتال ناقص اي ار توتال برضو، اللي هي ار واحد زائد ار اتنين اهو. او ممكن تقول لي الفي 3 هتساوي ايه؟ هما الاتنين عكس بعض، يبقى واحده ناقص التانيه. الكبير ناقص الصغير. الكبير يبقى في واحد ناقص الصغير في اتنين. دي طريقتين تجيبها. هنجيبها بالطريقتين دلوقتي. طب الفي 4. الفي 4 يا مستر محطوط على مقاومه، يبقى اي ار المقاومه دي على طول. كده انت جبت القوانين. تعالى بقى واحده واحده نعوض في القوانين. انت اول حاجه محتاج تجيب الفي بي توتال. الفي بي توتال بكام؟ هما الاتنين عكس بعض يبقى تطرحهم. 24 ناقص 12 تطلع معاك 12 فولت، يبقى الفي بي توتال ب 12 فولت. عايز تجيب التيار. التيار هيساوي ايه؟ الفي بي توتال على ار داش زائد ار سمول توتال، اللي هي ار واحد زائد ار اتنين. ما تقوليش بقى عكس بعض فنطرح المقاومات. ده دايما بتجمع المقاومات. ملهاش علاقة بقى جمع ولا عكس. ادي 12. الار داش بكام؟ 9. هو مديهالك في السؤال اهو 9. خلاص زائد ار واحد بكام؟ 2 وواحد، يبقى زائد 2 زائد واحد، تطلع معاك التيار بواحد امبير. يبقى انت جبت التيار بواحد امبير وجبت الفي بي توتال ب 12 ايه فولت.
تعال نكمل بقى ونعوض في القوانين دي كلها واحده واحده اهو. تعال نعوض في القوانين دي. انت رقم واحد عندك الفي واحد بكام؟ الفي واحد يا مستر قانونها في بي واحد اللي هي بكام؟ في بي واحد ب24 من الرسمه، ناقص اي انت جبتها بواحد، ار واحد بكام؟ باتنين، تطلع معاك 22 فولت. تعالى على الفي اتنين، الفي اتنين بكام؟ ب12، طبعا دي اتنين اهي. خلاص، في بكام؟ ب12 زائد واحد في الار اتنين بكام؟ بواحد، يبقى تطلع معاك 13 فولت. تعالى على اللي بعدها، في 3 دي هتجيبها بطريقتين اتنين. اول طريقه اهي، الفي 3 هتساوي في بي توتال انت جبتها بكام؟ 12 ناقص الاي بواحد في ار واحد زائد ار اتنين، واحد زائد اتنين، تطلع معاك كام؟ 9. طب تعالى تجيبها بالطريقه التانيه. الطريقه التانيه في واحد ناقص في اتنين، ادي الفي 3 واحد ناقص اتنين يبقى 22 ناقص 13، تطلع معاك 9 برضه. ممكن تجيبها بدي وممكن تجيبها بدي، انا بس انا بحب دي، هو بيستخدم في كتاب دي، انا بحب دي. خلاص. تعالى في 4 هتجيبها ازاي؟ الفي 4 اي في ار، الاي بواحد والار بتسعة، تطلع معاك 9 فولت. خلاص. صعب السؤال ده؟ هي الاسئله كلها بتيجي بالمنظر ده، خلي بالك. تعال نشوف اللي بعده، اختبر نفسك. ولا لسه في اختبر نفسك؟ قبل اختبر نفسك في سؤال، قبل اختبر نفسك. والله بص، انا مش عايز اقرا لك الارشاد، انا عايز اشوف لك تطبيق الارشاد على طول عشان تبقى واخد بالك. هو بيقول لك بس يعني ايه في الارشاد؟ ان انت هتعمل معادلتين، لما يكون عندك مجهولين هتعمل معادلتين وتحل المعادلتين جبريا، يعني تحلها بالرياضه. تعالى احنا نخش في الموضوع على طول ونشوف الكلام بيقول ايه. تعالى، عندك مقاومتين متماثلتين. يعني ايه متماثلتين؟ يعني قد بعض، ار واحد ار وار، يعني ار واحد بتساوي ار اتنين قد بعض يعني، فنسميها ار. خلاص، قالك كل منهما ار، وصلتا معا على التوالي، يبقى وصلوا مع بعض على التوالي اهو. يبقى هنا ار وار وصلوا مع بعض على التوالي بعمود كهربي، يعني البطارية المقاومة الداخلية 2 اوم اهي، يمر فيهما يمر بكل منهما تيار شدته 2.4 امبير. ادي التيار 2.4 امبير هتعدي في كل واحدة فيهم، كده كده يعني، ما هو كده كده توالي، فكده كده نفس التيار. خلاص. ووصلا معا، وعندما يوصلا معا على التوازي بنفس المصدر، يعني هنوصله مع التوازي بنفس المصدر، يعني بنفس البطارية، يبقى نفس المقاومة بنفس كل حاجة. ادي 2 اوم، وهنا في بي، يبقى هنا في بي برضه نفس المصدر بقى، هنا ار وهنا ار. يمر بكل منهما 3 امبير، يبقى كل واحد فيهم هنا 3 امبير، يبقى هنا 3 امبير، يبقى التيار الكلي بكام؟ 6. عشان الستة تخش تتوزع تبقى 3 و3. خلاص، هنا التيار الكلي 2.4 عشان كده كده هم توالي، هنا كل واحدة فيهم مرت فيها 3، يبقى اللي خارج من البطارية كام؟ 6. خلاص، عايز يحسب الار والفي بي. تعالى بقى احنا نعمل الكلام ده مع نفسنا احنا من غير ما نقرا الحل ولا حاجة. هو أول حاجة، الار داش هنا كام والار داش هنا كام؟ الار داش هنا ب 2 ار، ار زائد ار ب 2 ار. هنا الار داش هنا بكام؟ بار على الاتنين، عشان هما الاتنين قد بعض، صح؟ تعالى بقى نجيب التيار. التيار هيساوي ايه؟ في بي على ار داش زائد ار سمول. اذا الاي اللي هو بكام بقى؟ الاي 2.4 يساوي في بي، الار داش بكام؟ ب2 ار، الار سمول بكام؟ ب2. تعرف تعمل طرفين في وسطين؟ طرفين في وسطين، في بي في واحد بفي بي يساوي الكلام ده في 2.4، 2.4 يبقى 4.8 ار زائد 4.8. دي كده المعادلة الأولى، ما تعرفش تعمل فيها حاجة تاني، معكش الار ولا معاك الفي. طب تعالى شوف التانية اللي هي بتاعت التوازي. تعال نكتب بس دي هنا كده اهو عشان ما نتلخبطش فيها. ايه 4.8 ار زائد 4.8، دي بيساوي طبعا، دي رقم واحد اهي. خلاص. تعالى هنا نفس الكلام، الاي هتساوي ايه؟ في بي على ار داش زائد ار، القانون بتاعك. طب الاي مدالك بكام هنا؟ 6، تيار الكلي 6، الفي بي ما تعرفهاش، الار داش بكام؟ ار على الاتنين زائد ار سمول باتنين. خلاص. طيب برضو طرفين في وسطين، يبقى الفي بي هتساوي، طبعا دي بتاعت التانية يعني، الفي بي هتساوي في بي في واحد بفي بي، 6 في ار على الاتنين، يعني 6 على الاتنين فيها التلاتة يبقى 3 ار. خلاص. زائد 2 في 6 ب12، يبقى دي ار، يبقى دي المعادلة ايه؟ التانية. عندك دي في بي ودي كمان في بي،
في بي ودي في بي. في بي تساوي، ادي الفي بي تساوي 4.8 ار زائد 4.8، وهنا في بي 2 تساوي ايه؟ 3 ار زائد 12. ما هو الاتنين يبقوا قد بعض، ما دي في بي بتساوي ودي في بي بتساوي، طالما ده قد ده يبقى ده كمان قد ده، صح ولا لا؟ طيب نبسط الدايره، هات الارات في ناحيه لوحدها والارقام في ناحيه لوحدها. ادي الار دي هنجيبها الناحيه التانيه بعكس الاشاره، وهات الرقم ده وادي الناحيه التانيه بعكس الاشاره. الار هتروح الناحيه التانيه بعكس الاشاره، ادي 4.8 زي ما هي اهي، ناقص 3 ار، جبتها الناحيه التانيه بالسالب. طب التانيه ال 12 زي ما هي اهي، ودي دي الناحيه التانيه بعكس الاشاره، يبقى ناقص 4.8. دي هتطلع 1.8 ار تساوي، وده هيطلع كام؟ 7.2. إذا الار هتساوي ايه؟ 7.2 على 1.8، تطلع فيها الأربعة. إذا الار طلعت معاك بكام؟ 4 أوم، ده أول مطلوب. طب ما تيجي تجيب لي الفي بي، عوض في أي واحدة في الاتنين. عندك في بي تساوي 3 ار زائد 12، وأنت جبت الار بكام؟ ب4، يبقى 3 في 4 زائد 12، يبقى 12 زائد 12 تطلع معاك 24 فولت. إذا الفي بي تطلع معاك 24 فولت بس أهي. هتلاقي محلول بنفس، ادي الار ب4 والتانية طبعا هتطلع معاك اهي ب24. خلاص، هو كاتب لك برضو القوانين عشان ما تتلخبطش، القوانين كلها اهي. خلاص، يا ريت تبقى تكتب ورايا، لان انا بحب الطالب اللي يكتب ورايا لانه بيبقى مركز اكتر يعني. خلاص، تركيزك بيبقى الضعف لو انت بتكتب ورايا. اخر صفحة في الدرس اختبر نفسك، والاسئلة دي مهمة بصراحة. خلاص، لان هي جمعها لك بين الدرس ده والدروس اللي فاتت. فانت مثلا عندك ادي بطارية، خلاص، قال لك الار سمول بار، هو قال لك في الرسم اهو ار سمول بتساوي ار. خلاص تمام. وقال لك تحت في هنا 2 ار، وطبعا دي هتكون 2 ار زيها، ما هي المقاومه المكافئه كده، هنا ار 2 ار، وهنا كده هتكون كام؟ 2 ار زيها برضو، صح؟ ما هما الاتنين كده. وادي البطاريه، يبقى الار داش بكام؟ الار داش هتساوي 2 ار على الاتنين، نص اي واحده فيهم تطلع بار، يبقى انت برضو جبت الار داش بار. تاني، ما هي دي ار وار، يبقى كام؟ 2 ار 2 ار مع التوازي مع 2 ار تطلع في الاخر المقاومه المكافئه بكام؟ بار. طب انا عايز امسح الكلام ده لاني محتاج اتكلم في حاجات هنا تاني. طب طالما 2 ار و2 ار، يبقى التيار اللي داخل هنا، مش التيار هنا، التيار الكلي هيساوي التيار اللي داخل هنا، هو نفس التيار اللي داخل هنا، هيتقسم على الاتنين. ما هو دي مقاومه قد المقاومه، يبقى التيار اللي هيمشي فيها قد التيار اللي هيمشي فيها هنا، يبقى التيار الكلي هيساوي 2 اي اللي هي داخله في الفرع ده او الفرع ده، صح؟ طب تعالى في الفرع اللي هنا ده، هو جايب لك الاي. جاب لك الاي ازاي؟ مديك جهاز فولتميتر، والفولتميتر محطوط على مقاومه، يبقى اي ار. الفولتميتر قال لك ب10، مش مديك اي حاجه تاني، الار مش معاك والاي مش معاك، فانت الاي هتساوي ايه؟ 10 على ار. يبقى الاي اللي ماشيه في الفرع ده 10 على اي، يبقى التيار الكلي 2 في الكلام ده، 2 في 10 على ار، يبقى التيار الكلي بكام؟ 20 على ار. اذا التيار الكلي 20 على ار، صح كده ولا لا؟ طب ما تكتب لي القانون كده بتاع التيار الكلي اصلا. التيار الكلي يساوي في بي على ار داش زائد ار سمول. الاي الكلي انت قلت لي بكام؟ 20 على ار، ادي 20 على ار يساوي الفي بي معاك؟ لا، ده دي المطلوب اصلا. الار داش بكام؟ بار، والار سمول بكام؟ بار برضو. ار وار يبقى كام؟ 2 ار، يبقى انت عندك 20 على ار يساوي في بي على 2 ار. الار دي تروح مع الار دي، يبقى لك هنا واحد، تعمل طرفين في وسطين، في بي في واحد، يبقى في بي تساوي 2 في 20، تطلع الفي بي ب40 فولت، عشان كده اخترنا ال40. يبقى تاني، انا اول حاجة هو كان مديني في السؤال ان الار سمول بار، وحسبت الار داش طلع بار. خلاص، 2 ار مع 2 ار توازي، يبقى تطلع ار في الاخر. خلاص، تعالى بقى بالنسبة للتيارات. التيار اللي هيمشي في الفرع ده هو التيار اللي هيمشي في الفرع ده قده. ليه قده؟ عشان المقاومات متساوية. خلاص، طالما المقاومات متساوية يبقى التيار اللي هيمشي هنا هو التيار اللي هيمشي هنا. طيب تعالى بقى على التيار الكلي. التيار الكلي هيساوي ايه؟ 2 في التيار ده او التيار ده، ما هو التيار اتقسم على الاتنين، يعني التيار الكلي الاي اللي داخله في ده او الاي اللي داخله في ده بتساوي التيار الكلي على الاتنين، يبقى التيار الكلي يساوي ايه؟ 2 في اي واحد، فانا عملت كده 2 في اي واحد. طب ما تيجي تحسب الاي واحد او الاي عموما، الاي هو مديك جهاز فولتميتر اهو، كتبت القانون بتاعه طلعت منه الاي، ضربتها في الدين جبت التيار الكلي.
كتبت القانون بتاع التيار الكلي وعوضت، طلع معاك الناتج على طول. لو مش فاهمها ارجع عيدها تاني، ما تسيبهاش الا لما تفهمها. خلاص. تعالى، 8 مصابيح متماثلة متصلة معا على التوازي. متوصلين على التوازي، مصابيح متماثلة يعني مقاومات من الآخر متماثلة يعني. خلاص، ادي 8 مقاومات متماثلة. متماثلة يعني ايه؟ يعني قد بعض، قد بعض كلهم قد بعض، يبقى ار 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 ار. وصلت بمصدر كهربي بطارية، قوته الدافعة الفي بي ب220 فولت، والمقاومة الداخلية كانت ب2.5 اوم. وقال لك مر تيار في كل مصباح نص امبير، يبقى مر في المصباح الاولاني نص امبير، نص امبير، نص امبير، كل واحد فيهم هيمر فيهم نص امبير. يبقى التيار اللي كان خارج هنا كام؟ نص في 8. هو النص اتوزع على 8 يبقى كام؟ هيطلع 4 امبير. يبقى التيار الكلي كان كام؟ 4 امبير. طبعا هو عايز يعرف مقاومة المصباح الواحد بقد ايه، الار الواحدة بكام. طب انت كده عارف التيار الكلي، ما تجيب لي الار الكلية. الار داش هتساوي ايه؟ يا مستر انا عندي مقاومات متساوية، يبقى اخد قيمة المقاومة على عددهم، يبقى ار على 8 بس. تعالى بقى نشوف الاي الكلية القانون بتاعها ايه. الاي الكلية بيساوي في بي على ار داش زائد ار سمول. الاي الكلية طلعت معاك كام؟ 4، تساوي الفي بي بكام؟ ب220. الار داش بكام؟ طلعت معاك ار على 8 زائد الار سمول بكام؟ 2.5. تعمل طرفين في وسطين وتجيبها. 220 في 1 ب220، يساوي 4 في ار على 8 تطلع معاك ار على 2. 4 على 8 فيها نص، يبقى ار على 2 زائد 2.5 في 4. 2 في 4 ب8 و2.5 في 4 يطلع 10 يعني. خلاص. تعرف تجيب، اضرب المعادلة كلها في 2 يبقى 440 تساوي ار زائد 20. عايز تجيب الار لوحدها ودي ال 20 دي الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى 440 ناقص 20 تطلع معاك 420 اوم. يبقى الرقم بتاعك 420. بس كده. تعالى في المثال اللي بعده. بيقول لك ايه؟ طبعا ما تسيبنيش إلا لما اكون خلصت اللي فات. تعالى بص هنا، عندك بطاريتين طلع منها التيار، يبقى عكس بعض. الله اكبر، الله اعظم. خلاص، طالما عكس بعض هات لي الفي بي توتال عشان تخلص مني. الفي بي توتال هتساوي ايه؟ الكبير ناقص الصغير. طب تعالى نبص، عندك واحده ب 12 والتانيه ما اعرفهاش، هتعرف منين الكبير ناقص الصغير؟ بص على اتجاه التيار، اتجاه التيار دايما بيبقى مع الكبير. الكبير ماشي كده اهو، يبقى دي الكبيره، يبقى في بي 2 ناقص 12. خلاص. طب عندك الار داش بكام؟ مفيش غيرها اصلا، الار داش بتساوي كام؟ 5. عايز تحسب ايه تاني؟ المفروض تحسب التيار الكلي. هو قال لك الاي الكلي اصلا بكام؟ ب5 امبير، ادي 5 امبير. طب ما تكتب القانون بتاعه كده. التيار الكلي هيساوي في بي الكليه اللي هي في بي توتال على ار داش زائد ار سمول. انت عندك 2 ار سمول فاجمع 2 اهو، يبقى اي الكليه ب5 يساوي الفي بي توتال بكام؟ في بي 2 ناقص 12. الار داش بكام؟ 5. الله اكبر، الله اعظم. 3 من 10 زائد 3 من 10 هو قايل لك عليها. يبقى 5 تساوي في بي 2 ناقص 12، والرقم اللي تحت يطلع معاك 5.6. طرفين في وسطين، ده في ده يطلع معاك على الآلة 28، يساوي 1 في أي حاجة هي يبقى في بي 2 ناقص 12. تودي ده الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى الفي بي 2 هتساوي 28 زائد 12 تطلع معاك 40 فولت. يبقى أنت جبتها ب40. تاني انا عملت ايه؟ جبت الفي بي توتال، هم عكس بعض يبقى الكبير ناقص الصغير. انا هعرف منين في الامتحان الكبير ناقص الصغير لو واحده فيهم مجهوله؟ بشوف اتجاه التيار، اتجاه التيار بيبقى ماشي مع الكبير. الكبير في بي 2 يبقى في بي 2 ناقص 12. عشان لو عكستها تطلع معاك غلط، يبقى في بي 2 ناقص 12. طيب، في بي 2 ناقص 12 والار داش بكام؟ ب5، والتيار الكلي هو مديلك بكام؟ 5 امبير. دي المعطيات. طب اكتب القانون بتاع التيار الكلي. كتبت القانون وعوضت وعرفت اجيبها في الاخر. بس الدرس خلص. اتمنى ان انتوا تكونوا فاهمين وتحلوا الواجب كامل وتعملوه PDF وتشرحوا الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله.